السلام عليكم ورحمة الله خوتي العزاز، ان شاء الله تكونوا بيان. دوك نوري لكم القسم ما بين الصحراوي وما بين هذاك سليبي الحلوف هذاك. ابدا تشوف باش تشوفوا النيفو خوتي، صلوا على رسولنا الكريم، ديروا كالجام ولا عبص كاش قفله تعبص ونبداو بسم الله. الأخ الذي أمامك أولا يضع وراءه تلك الخرقة. أطلب مرة أخرى بأن تنتبهوا إلى هذه المسألة. أريد أن أجيب بطريقة مختصرة على ضيفكم منار الخريطي الذي يقول أن العلم الصحراوي هو عبارة عن تفضل. أنه علم الجمهورية العربية الصحراوية يرفرف في المنابر الدولية، والملك المغربي محمد السادس يدخل إلى القمة الإفريقية، والعلم الصحراوي هذا العلم الذي وراي الآن يرفرف أمام وجهي وفوق رأسي. فأطلب الاحترام لهذا العلم الذي ماتوا من أجله ودفاعا عنه الآلاف من الشهداء الأحرار الصحراويين. لا، لأنه نرى النقاش بهذه الطريقة، هو يريد أن يزيح النقاش عن سكته بهذه الطريقة، معروف أسلوبه يعني هذا شخص. طبعا أنا لم أنزل إلى مستوى، فنحن أرقى وأرفع من الذين جعلوا من قلة الأخلاق. يا دكتور عبد الفتاح في الكوكب. كل العبارات التي قالها ضيفكم أطلب من ضيفكم أن يحتفظ على هذه العبارات لنفسه، لأنها تقول أكثر عنه مما تقول عنا. فكما قلت، قال الدكتور المعروف ويليام جيمس أن النرفزة في النقاش هي الدليل القاطع على فقدان الحجة. نراه اليوم هي هذه أبواق هذا الغازي المغربي، وما أقول لك كصحراوي هو فلينحنح الغازي الغاشم بصوته العالي وبجوابه. والله أنا أتحداك إلى الآن أن تقولي لمن تناسب. دكتور عبد الفتاح، لا يمكن بهذه الطريقة لو سمحت. فلينحنح الغازي الغاشم بصوته العالي وبجوابه الخالي وبالرشوة وشراء الثمم بالمال والأموال وما عرفناه نحن الصحراويين منكم من قمع ولجوء واحتلال. لو سمحتما أريد وأختم وما تعرفونه في أنفسكم من تطبيع وتصوير وارتماء. فبعد كل هذا التخبط والله أنتم مطبعون مع لا يمكن أن نقول لكم اليوم بكل صراحة وبكل ثقة إن نظام الاحتلال المغربي زائل والشعب الصحراوي باقي، وهذا ما علمنا التاريخ. وصلت الفكرة. غالي يبدد هذه المصاريف في السفريات والعنتريات. إذا أردنا وبشهادة الجميع الحديث عن السفريات والعنتريات، لنرى ملك المغربي من السكرة في شوارع باريس إلى شواطئ الغابون إلى يعني ما أعرف وين. وعندما قال الطالب بأن إبراهيم غالي يسكن بخيمة، بالله عليك هذا رئيسكم يسكن في خيمة؟ يعيش في خيمة، نعم، لكنها خيمة تحمل من الكرامة ما لا تحمله كل قصور مالككم المتجول في باريس وفي الغابون. بقي متمسكا بهذه الشراكة مع إسرائيل، محاولا أن تعطيه إسرائيل شرعية على الصحراء الغربية. فمع احترامي لكم وللمشاهدين، كما يقول المصريين، الرقاصة ما بتعطيش كرامة. يعني إسرائيل ليست لديها شرعية أصلا حتى تعطيك أنت شرعية. فهذا دليل واضح على فشل المغرب وفشل الدبلوماسية. يقول سعيد، والنصيحة التي أقدم لإخواننا في المغرب أنه بدل يعني إنشاء هذه المشاكل مع جميع دول المنطقة، وبدل استدعاء سفيرهم من تونس وقطع العلاقات، واستدعاء سفيرهم من إسبانيا وقطع العلاقات، واستدعاء سفيرهم من الجزائر وقطع العلاقات، أن يبدأوا باستدعاء مليكهم من باريس وقطع علاقاته مع الإيران ومع الخمور، عساه أن يصيد من يا جمال من بين رجليه حطها له. امسك راسك، امسك شعرك. يعني فرصة بالنسبة للصحراوي الحكم الذاتي للصحراء. عن أي حكم ذاتي تتحدث؟ الحكومة المغربية نفسها، رئيس الحكومة ليس لديه حكم ذاتي، كل الحكم في يد الملك ولبعض الأشخاص المقربون من الملك. عن أي حكم ذاتي تتحدث؟ والمغاربة ليست لديهم لا حرية، ولا حرية الصحافة، ولا حرية التعبير، ولا حرية يعني إقامة الأحزاب السياسية المعارضة للخطاب الرسمي. عن أي حكم ذاتي نتحدث والشعب الصحراوي يقصف في هذه الأثناء المواقع المغربية لتحرير أراضي الصحراء الغربية؟ عن أي حكم ذاتي نتحدث والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي يعترفون بالدولة الصحراوية وبجبهة البوليزاريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي؟ عن أي حكم ذاتي نتحدث ومجلس الأمن الدولي اليوم يتجمع، وهذا التجمع تقريبا 47 ولا التجمع 45 طيلة كل هذه السنوات، ويقول أنه لا حل غير تغيير مصير الشعب الصحراوي؟ المغرب طبعا عندما يتكلم عن الحكم الذاتي هي محاولة للهروب إلى الأمام، محاولة منه شرعنة هذا الاحتلال. لكن كل محاولات نظام الاحتلال المغربي تلقى أمامها الشرعية الدولية وإرادة الشعب الصحراوي التي تقول بطريقة واضحة أنه الوجود المغربي في الصحراء الغربية هو تجمع للشواذ في العالم، وهم نتيجة فعلية لسلسلة اغتصابات أطفال المغرب من السواح، وأكبر دليل جمعية كيف
ولذا يقول لك هاربين علينا ب1000 سنة ضوئية. هاربين علينا ب1000 سنة ضوئية. تعالى تبا نشوفوا الراي تاع المواطنين تاعهم. كنعرفوا شي حاجه وحده، كنقولوا الله الوطن الملك، هذا هو التوابيت ديال البلاد، وكنقولوا عاش سيدنا وكنحبوه. ولكن سيدنا الا كنتي انت ما كتشوفناش غالب الله، لا كنتي في وعكه صحيه ولدي غالب الله، حنا ما غنلوموكش. ولو اننا كنتعرضوا لهذا الشيء، حنا اكثر من الكيان الصهيوني كيمارسوا على فلسطين، وربما اسرائيل غتكون فيها الرحمه انها واصله. يعني اي امه كتوصل بالحقوق ديال الناس، كتعطي الناس حقوق ديالها. انا كمغربي الهويه ديالي كتنتزع في هذا الولاد عياشي، المراه ديالي غتسد، المراه ديالي غير اطرب على الدار. كنقول لك سيدنا المسامحه وباي باي من هذه البلاد، ما بقات كتوعدنا حتى حاجه المغرب، صافي مشات كاين حتى حاجه. ولكن حنا راه كنحبوك ماشي كنكرهوك، حنا ماشي ضدك، ماشي ضد هاد القيم ديالنا والاسلام ديالنا ولا ضد الثوابت ديالنا. ولكن سيدنا راه ما كاين والو، راه ما درتي لينا والو، راه حنا 7 اشهر حنا كنهضروا سيدنا، الناس هما جالسين ما عندوش فين يسكنوا. سيدنا الله يجازيك بخير، راه الناس عندهم فيلات، الناس عندهم قصوره، الناس عندهم ملاير كيدخلوا 17 مليون في النهار. سيدنا راه ما عندنا والو، حنا راه كنطلبوا اي دوله. انا كمواطن وهاد الناس يعني قال لك تكلم قول خرج اللي كاين. هاد الناس اي دوله في العالم، سواء الجزائر سواء اسرائيل سواء اثيوبيا سواء كينيا، اي دوله في العالم كيما بغات تكون الدين ديالها ولا كيما بغات تكون كتعيش هاد الدوله، تشرب حتى الدم كتشرب. وحنا صافي باء المغرب والو زيرو، نهضروا نيشان ما كاين لا حقوق لا مسؤول لا عامل لا حتى شي حاجه، نيشان نهضروا. انا اليوم كان عندي لقاء، احترمني كمواطن، احترمني وجي، ماشي تعطيني كلمه وتجي فخر تعطينا كلمه. يعني ما كاين حتى حاجه، زيرو. وهاد البلاد غاديين بها الخراب وكيستغلوا الضرب ديال الغياب ديال سيدنا. اي دوله في العالم كيما بغات تكون، اي دوله في العالم هاد الناس غير هادو راه خارجين، راه كاين الناس باقيين دابا كيهزوا القصدير وكيهزوا الحوايج ديالهم. يعني اي دوله في العالم بغات تحتضن 21,000 اسره، مرحبا. في اي دوله في العالم حنا مستعدين نمشيو. حنا المغرب باي باي، حنا ما بقيناش مغاربه، حنا ماشي كنتجردوا من المغربي ديالنا، حنا كنعشقوا الوطن ديالنا وكنعشقوا التراب ديالنا. ودرنا في النفس ديالنا ان اخواننا ديال الجزائر يهضروا علينا وغيضرنا في النفس. حنا نلتجوا لاسبانيا البرتغال، اي دوله بغاتنا بولادنا غنمشيو، بولادنا وبعيالاتنا. حنا ما بقيناش مغاربه والو، ماشي مغربي، انا ما بقيتش مغربي، ماشي كنتبرأ من خوتي ولا من الوطن. يعني كتشوف الظلم ديال الزنقه، واش هذا؟ راه يهودي، ما نقولش يهودي، راه يهودي كيعطي، راه اسرائيلي كيعطي، راه يهودي ديروا زين الحليب وديروا زين الخميره ودير. وهاد العرب يصنع، وهاد العرب شنو صنعوا كراسه كيجلسوا فوقهم. واش هاد الشفاره ديال السلا، هاد الشفاره ديال السلا اللي الناس عندنا ماتوا والناس قطع لهم صباعهم، والناس دابا كيباتوا في الزنقه في العراء. اي دوله في العالم اقسم بالله ما نزيد دقيقه في هاد البلاد ما بقيتش مغربي، صافي كلشي ما بقى حتى واحد مغربي هنا، حنا ماشي مغاربه. قلنا مره ما تقدرش تقارن يا خوت، ما فيهاش مقارنه كاع، ما كاش كيفاش. راكم سمعتوا وشفتوا يا خوتي، ما نقصش نحكي على الزوا ولا نحكي على الرخيص اللي حاكمهم هذاك الكلب اليهودي هذاك. يا خوتي ما تنساوش جام ابوني، عبزوا جميع القفالي، جميع قفلات عبزوها خوتي باش ما يطيروناش الفيديو. تكلى عليكم وعلى ربي، صلوا على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وتهلاو في رواحكم خوتي. السلام عليكم.